وصلنا المرحلة الثانية من أنا الأول بالتصفيات، مرحلة أنا والوقت. طبعا كمان بهي المرحلة رح يتأهل معنا متسابقين اثنين للمرحلة النهائية، وفي متسابق رح يغادرنا. من العنوان أنا والوقت بيعني أن الوقت جدا مهم في هذه المرحلة. الوقت لكل سؤال هو 60 ثانية. المفروض الحالة المثلى للإجابة أنه واحد يجاوب 4 إجابات متتالية صحيحة، نقطة واحدة لكل سؤال، وإذا كانت الإجابة خاطئة ستعود إلى الخانة الأولى من جديد. بس بكل الأحوال إذا أخطأت في أي إجابة وكنت حاصل على أي عدد من النقاط، عندما تخطئ ستعود إلى آخر معدل من النقاط حصلته، لن تخسره، وهذا الشيء بيطمئن. يعني بكل الأحوال كنت يا أخ حسان أنت أول المتأهلين، ولأنك أول المتأهلين عندك خيار. سأطرح عليك 4 مواضيع، تختار من أي موضوع تحب أنه تكون الأسئلة، إما حول البحر الأبيض المتوسط، أو حول ثنائي شهير، أو عالم كرة القدم، أو مفاجأة. تأمل، لأن اختيار الموضوع يعني هو طريق قد يكون محفوف بالورود، أو لا سمح الله يكون طريق وعر شوي. البحر الأبيض المتوسط. حول البحر الأبيض المتوسط، وأهلا وسهلا فيك، تفضل. طبعا برجع بذكرك أخي حسان أن الوقت جدا مهم، لذلك أي إجابة لست متأكد منها قول باص لحتى ما تخسر. أوكي. أي ثانية من الوقت. أوكي. طيب بدك حدا حباب أكثر من هيك؟ قديش عم سهل والله وعم ذكركم وعم مو هيك. يلا راح نبدأ سوا. أكيد. نبدأ سوا يا رب. طب ما هو عدد القارات التي تحيط بالبحر الأبيض 3. المتوسط؟ 3. ما اسم القناة التي تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ قناة السويس. ما هو البلد الأكبر مساحة الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط؟ جزائر. ما هي أقرب دولة عربية من دولة مالطا؟ ليبيا. ما هو أطول نهر يصب في البحر الأبيض المتوسط؟ نهر النيل. ما اسم المضيق الذي كان يطلق عليه الرومان قديما اسم أعمدة هرقل؟ جبل طارق. أي جزيرة عاصمتها باليرمو هي الأكبر مساحة في البحر الأبيض؟ سردينيا. أي إمارة مساحتها حوالي 2 كيلومتر مربع وهي أصغر الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط؟ موناكو. أي أربع نقط. 4 نقط لحسان، وراح ذكرك بس بالإجابة التي شوي أخطأت فيها. فرنسا. أقرب دولة عربية من دولة مالطا؟ تونس. ليبيا. تونس. طبعا تونس، والإجابة للأسف. مبروك لك 4 نقط، وأهلا وسهلا. طبعا بحب طمنك أنه 4 نقط. لا لسه ما ضيفناك، ما قلنا لك اهلا وسهلا، والله ما جهزنا، بس نرتب الصالون بعد ما راح ضيفنا. تفضل، نحن بننادي لك اهلا وسهلا فيك. ايه صديقي، انت لديك الان 3 مواضيع يحق لك الاختيار بين لحتى نسألك، اما ثنائي شهير، او عالم كرة القدم، او مفاجأة. اوكي، عالم كرة القدم. طبعا لديك قناة رياضية، تفضل، اهلا وسهلا فيك. انا توقعت ذلك والله. برجع بذكرك اخي اسامة انه عندما لا نعرف الاجابة بنقول باص لحتى ما نخسر. اي ثانية من التوقيت المتاح اللي هو 60 ثانية. نبدأ. نعم. توب. مع اي نادي اسباني يلعب الارجنتيني ليونيل ميسي؟ بارسا. كم مرة أحرز بيليه كأس العالم بكرة 3 مرات. ما هي جنسية اللاعب كيليان امبابي الذي فرنسي. مع أي نادي إنجليزي يلعب اللاعب المصري محمد صلاح؟ ليفربول. ما هو ليفربول. خلص طيب يعني
يا رجل مسجل رقم قياسي ب7 ثواني أخذت معك. طب اترك لنا مجال ناخذ ونعطي مقدم حلقة بنلعبيها. بطلع بس عم بعمل سؤال وجواب. بتحب كتير كرة القدم نعم. فريقك المفضل مين اللي بتشجع؟ ريال مدريد الإسباني. أنا بدي أسأل بفكرة تشجيع الفرق الرياضية، عادة برأيك من خلال خبرتك بهالمجال، لماذا يختار شخص ما ناد ما؟ يعني لماذا يختار شخص ما ناديا ما؟ شو الأسباب عادة؟ الأسباب أنا في نظري على حسب أي دولة. مثلا في المغرب، القناة الأولى في المغرب في الثمانينيات كانت تعرض لقاءات لريال مدريد. نعم. فاكتشفنا فريق ريال مدريد فصرنا من محبيه. هذا بالنسبة للمغرب، بس بشكل عام يعني بشكل بسيكولوجيا عام هناك يفضل لاعب، مثلا هناك مثلا يفضل لاعب كريستيانو رونالدو مثلا يغير ريال مدريد باليوفي. هناك مناصرين متغيرين. نعم. طيب هلا من كان يعني من عشاق نادي ريال مدريد لأنه كان يحب رونالدو، كريستيانو رونالدو، نعم. عندما انتقل إلى جوفانتوس، هل انتقل من كان يحب نادي هناك فئة هناك فئة التي تحب لاعب وهذا تحب النادي. هناك نعم. فئة أخرى تحب النادي رغم مرضه أو رغم تألقه أو رغم هبوطه للدرجة الثانية. تفضل دائما. طيب آخر سؤال نحن العرب شو بينقصنا لنكون يعني من أساطين كرة القدم بالعالم برأيك أنت؟ على السريع هيك. يلزمنا الكثير، يعني التكوين القاعدي، الجدية، وكذلك أن تكون هناك تقنيات، آخر تقنيات التدريب يجب أن تكون متوفرة في الأندية العربية. يا أهلا وسهلا فيك ونورتنا. أهلا وسهلا وشكرا. حسان 4 نقاط وأسامة 4 نقاط. ميري لازم تجيبي 4 نقاط. لا حل لك، لا حل لك، لا حل آخر. عندك موضوعين تختاري منهم موضوع، إما ثنائي شهير أو موضوع مفاجأة. ثنائي شهير. ثنائي شهير. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. شو اسمها بنتك الله يخليها؟ مارفل. الله يخليها يا رب، ومنوجه لها تحية. شكرا. مظبوط إذا ترجمتها أنا أنه معناها روعة؟ نعم. والله زبطت معي. بس شوفي لحتى أكون صادق ما تورطيني تجيبي لي أي كلمة تانية، أنا من هون جبت الإجابة مو من عندي، يعني أنا ما بعرف معنى الكلمة. بس أنا متأكد أنها هي روعة إن شاء الله. إن شاء الله. يخلي لي إياكي. إذا اخترتي موضوع ثنائي شهير، وبحب أقول لك أنه كمان الإجابة غير المتأكدة منها بتقولي بص كي تكسبي أكثر عدد من الأسئلة. بسم الله، جاهزة؟ أي حبيبين ينتهي بهما الأمر بالموت هما بطلا روميو وجولييت. ما اسم الفأر رفيق مغامرات القط توم؟ جيري. أي لعبة للفتيات لديها صديق اسمه كين؟ باربي. باسم أي راقصة ممثلة ومغنية من مواليد 1911 ارتبط اسم فريد أستر؟ جينكي. باس. ما اسم شقيق رومولوس المؤسس الأسطوري لمدينة روما؟ باس. ما اسم الثنائي الكوميدي الذي اشتهر سينمائيا في الولايات المتحدة؟ لوريل وهاردي. لوريل وهاردي. ما اسم دار الأزياء الإيطالية التي أسسها دومينيكو وستيفانو عام 1985؟ باس. ما اسم القائد الروماني الذي ارتبط اسمه بالملكة كليوباترا والذي مات منتحرا عام 30 قبل الميلاد؟ أنطونيو. ما اسم شريك بونيف؟ خلص الوقت. اوكي. كم نقطة جبتي؟ ما ركزتش بصراحة. 3 نقاط. 3 نقاط. بس حابب اقول لك دار الازياء الايطالية التي اسسها دومينيكو وستيفانو عام 1985 هي دولتشي جابانا، والقائد الروماني هو مارك أنتوني. أيوة. شقيق رومولوس المؤسس الأسطوري لمدينة روما هو ريموس. وجينجر
جينجر روجرز هي الراقصة والممثلة والمغنية اللي ارتبط فيها. ما جاتش على بالي. يا أهلا وسهلا فيكي. أهلا بيك، شكرا ونورتينا. شكرا. سيدة ماري يؤسفني، لاحظي هذه النتائج بتأكد أنك كنت تستحقين أن تتابعي معنا المشوار. شكرا. لكن هكذا هي المسابقة. بتحبي تقولي لنا شيء؟ شكرا، انا مبسوطه جدا ان انا شاركت في المسابقه، ويمكن احتاج اتفرج على اكشن اكتر. سيب الرومانسي واتفرج على الاكشن. نحن بالمقابل بنتمنى لك دائما النجاح في كل المجالات، وان تكوني الاولى في كل ما تختارينه. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا. مع أسامة وحسان سنتابع المشوار إلى المرحلة النهائية وجها لوجه. حسان وأسامة والمرحلة النهائية وجها لوجه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. نورتونا على فكره. طبعا هي المرحله النهائيه وفيها سيتحدد من هو الاول ومن سينال الجائزه اللي قيمتها 10,000 دولار امريكي. قوانين هي المرحله كتير بسيطه، بتحتاج لشرطين برايي الشخصي، هما التركيز والاستراتيجيا. طبعا رح يكون معنا لكل واحد منكم سؤال مدته 30 ثانية، والسؤال يبدأ صعب ثم يسهل تدريجيا، لأني أنا بضيف معلومات متتالية على السؤال نفسه. رح يظهر على الشاشة أمامكم 4 مربعات، 4 نقط، 3 نقط، نقطتين ونقطة واحدة. مع بداية طرح السؤال يبدأ مؤشر التوقيت بالظهور والحركة. كل شخص حسب موضوع السؤال بيقرر أن يبدأ أو يعطي الفرصة لزميله، وهي استراتيجية خاصة فيه. اللي بيجاوب غلط مباشرة ينتقل الدور أوتوماتيكيا للزميل المنافس، واللي بيجاوب صح بياخد النقطة اللي بيوصل عندها مؤشر التوقيت. والأول في حلقة اليوم من يصل أولا إلى 21 نقطة. جاهزين؟ وأعزائنا المشاهدين اللي عم يتابعونا أيضا ستظهر على الشاشة معلومة بتخليهم يشاركونا بمحاولة الوصول للإجابة الصحيحة. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الأول حول موضوع المعلومات العامة. البداية لك حسان، أنت تقرر لأنك كنت أول المتأهلين. تحب تبدأ؟ أي. جاهز؟ جاهز. طب أنا واحدة من أكثر أشجار الفاكهة من حيث الزراعة. بدأت نشأتي في آسيا الوسطى. شجرتي صغيرة وزهوري بيضاء. يحتوي وسط الفاكهة على 5 زيتون. طب على 5 أخبية مرتبة على شكل نجمة خماسية، ويحتوي كل خباء على واحدة إلى 3 بذور. يصنع مني العصير والخل، وأشتهر في قصة بياض الثلج. العنب. طب حيث أتسبب بموت الأميرة. تفاحة. التفاح، والإجابة صحيحة وحصلت على نقطتين. في مشكلة كبس عندما أخطأ. لم يكن المربع باتجاهك يا أسامة، لم يكن المربع باتجاهك. أوكي، اتفقنا صديقي؟ أوكي. يلا الآن السؤال عن فن الأكل. فن الأكل. والخيار لك، بتحب تبدأ ولا؟ لا، أترك المبادرة له. المبادرة له. شايف يا أخي، شايف التوجيب؟ أنت لازم ترد له إياها بعد شوي. ها كما تدين تدان. تدان. جاهز حسان؟ جاهز. طب
حلوى مصرية عبارة عن رقائق عجين والحليب وبعض المكسرات، أنسب إلى الزوجة الأولى لعز الدين آيبك أول سلاطين المماليك بعد الأيوبيين، التي كنافة. التي أمرت في إحدى المناسبات بخلط كل الدقيق مع السكر والمكسرات ومقادير أخرى وتقديمها للناس، فدخل هذا الطبق الشهير إلى المنطقة العربية بشكل عام. حلوى تقدم ساخنة. كعك. تقدم ساخنة في الحفلات الكبيرة كحفلات الزواج والأعراس. أم علي يا أخي، أم علي. أم علي. أم علي. أم علي. أم علي. نعم أم علي. ماني مصري. إيه أم علي، وهي حلوى شهيرة جدا. أي بسمع بيه الاسم. صحيح. الآن السؤال حول شخصية من الشخصيات. الخيار لك، بتحب تبدأ؟ أبدأ أنا. جاهز؟ جاهز. ما رديت له اياها، مأجلها شوي. مأجلها شوي. ايه بس عليك وحده ما تنسى. ايوه أوكي. يلا. طب رجل دولة فرنسي، ولدت عام 1890. أدخل إلى معهد سان سير قبل أن أتميز خلال الحرب العالمية الأولى. سجنت في دوامون. شارل دي جول. شارل دي جول. وأربع نقط. كم نقطة صار عندك حسان؟ 4. أسامة 2. السؤال الآن في التاريخ. الخيار لك، بتحب تبدأ أسامة ولا؟ أوكي أبدأ. تبدأ. خلص ما عاد يعطيك هيك فرصة أبدا. تعلم يا أخي، تعلم من كيسه. جاهز؟ نعم. طب أنا نتاج ممارسة مقدسة قديمة، ويعني اسم الشمع باللغة العربية، وهي ممارسة معقدة يتم إجراؤها لأغراض دينية بهدف الحفاظ على الطاقة. حاليا تتم المحافظة عليه في المتاحف بعد أن كساني النطرون لمدة 70 يوما، وتم تغليفي. تعميد. لا. طب وتم تغليفي باستخدام شرائط من الكتان ووضعي في ناووس. أنا خضعت لعمليات تحنيط قديمة جدا. يعني تحنيط على شكل مومياء، موميفيكاسيون. مومياء، والإجابة صحيحة. وكم نقطة تحصلت بهي؟ تعادل الآن 4. صاروا 4 نقاط. لا متابع بدقة عدد نقاطك. الآن نحن متعادلان. ماشي. نتابع المشوار. والسؤال الآن أيضا عن شخصية من الشخصيات، والخيار لك. شخصية نبدأ أنا. تبدأ أنت. ما عاد يعيدها، لم يردها حتى الآن. جاهز؟ إن شاء الله. طب أنا امرأة مشهورة، ولدت في الأول من يوليو عام 1961. دعمت قضايا إنسانية مختلفة، وكنت من أكثر الشخصيات التي تلاحق. الأم تيريزا. لا. توب التي تلاحقها صحف الفضائح في أنحاء العالم نظرا إلى زواجي من الأمير. الليدي ديانا سبنسر. الليدي ديانا سبنسر، والإجابة صحيحة. صار عندك 7 نقاط. نظرا إلى زواجي من الأمير تشارلز في عام 1981، أنا أميرة ويلز، وفتني المنية في باريس في العام 97. 1997. 30 أغسطس 97. والإجابة صحيحة، و7-4، والمنافسة تستمر وتشتد. والآن السؤال عن الموسيقى. الخيار لك. نعم أخذ. تبدأ. ما عاد تعطيه أبدا بداية. يلا. طب قصيدة للشاعر الطبيب إبراهيم ناجي أنشدتني أم كلثوم عام 1966 من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، يعتبرني الكثيرون أجمل ما غنى. لسه فاكر. طب أجمل ما غنت أم كلثوم. كتب إبراهيم ناجي هذه القصيدة في حب صباه عندما فارقه. عدد أبيات القصيدة. خمرة الحب. طب عدد أبيات القصيدة 125 بيتا. ومطلعي يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان. أين قلبي. طب كان صرحا من خيال فهوى. ومطلع القصيدة
الأطلال. الأطلال يا فؤادي لا تسل أين الهوى. مظبوط؟ نعم. تعرفها الغنية أسامة يفترض. نوعا ما. كان صرحا من خيال فهوى. فهوى. الله يحمي كل صروحكم العاطفية وما تهوي. الخيار لك هلا. نعم. لك أسامة السؤال عن السينما. بتحب تبدأ؟ أحب. نعم أبدأ. تبدأ. طب فيلم أمريكي مستوحى من فيلم رسوم متحركة من إنتاج والت ديزني عرض على الشاشات في العام 1996. الفيلم يروي عن لقاء حصل في أحد المتنزهات في لندن بين مبتكر ألعاب فيديو يدعى روجر وفتاة شابة تدعى أنيتا، كما أبرز الكلبين بونغو وبيرديتا. إنه فيلم أدت فيه الممثلة جلين كلوز شخصية الشريرة كروييلا. أي. انتهى الوقت وقد تم إنتاج جزء آخر منه في العام 2000 مع الممثل جيرارد دوبارديو وهو كلب دلماسيا. كنت أعرف إجابة في الأخير ولكن 101. نعم 101 كلب دلماسي. ولم تتغير النقاط. والآن الموضوع عن المعلومات العامة. الخيار لك يا حسان. تحب تبدأ؟ أبدأ أنا. تبدأ. جاهز؟ جاهز. أنا بدي نبه كما حدث في السؤال الماضي، كان ممكن بالاستراتيجية أن يعطي أحد يكسب معلومات أكثر. أنا أذكركم بشروط وقواعد وميزات هذه المرحلة. طب خضار من فصيلة القرعيات غالبا ما يصل طولي إلى 15 سنتيمتر، غني جدا بالماء، أضم الكثير من الحبيبات الصغيرة، غالبا ما أنقع. الباذنجان. طب غالبا ما أنقع بالملح. الخيار والإجابة صحيحة. وصار عندك 11 نقطة وتمشي. قبل أن أقدم كخضار نيئة أقص عادة على شكل دوائر، قشرتي خضراء فاتحة مقرمشة ومنعشة. بالمناسبة أنا أول مرة بلعب دور خيارة. شوفوا طبيعة الأسئلة. يعني هي أول مرة بحياتي باخذ دور خيارة. قال أنا يصل طولي إلى 15 سنتي وغني جدا بالماء، أضم الكثير من الحبيبات. أنا أضم الكثير من الحبيبات. هاي الأسئلة شكل العبارات تغيرت. الموضوع الآن عن فن الأكل والخيار إلك. نعم أخطأ. تبدأ. أبدأ. طب طبق مميز أستمد تسميتي من الموقد الكبير ذو المقبضين حيث يتم تحضيري. يتم طهوي مع زيت الزيتون وأتضمن تقليديا مكونات مثل البازلاء والدجاج المفروم. غالبا ما يتم تزييني ببلح البحر واللانغوستين. يتم تقديمي مع الأرز المطهو. برغل. طب مع الأرز البايلا والإجابة صحيحة. أخذت 3 نقط وصار عندك 14 نقطة. بدنا نركز يا حسان. رز وبرغل هي أكلي أنا مالي سمعة. يا رز يا برغل. أنا يعني عم بتخيلها رز وبرغل وبازاليا ودجاج ما صعب. طبخة جديدة. طبخة جديدة. دع الابتكار جانبا هلا. اوكي. طب هلا انت لما قبل ما تجي على البرنامج بصراحة راودك حلم ان تكون انت الاول. لا والله لا. انا حبيت نشارك وكاو يعني. اهلا وسهلا. وشو بينك وبين حالك شو كنت مفكر تعمل لو كنت انت الاول، او لو حصل انك اول حاجة نسافر نشوف البلدان. لوين اول سفرة؟ اول سفرة لليونان. يا رب. والله هيك مبلغ بيشتغل منيح باليونان. بتقعد فترة جيدة. السؤال الآن موضوعه رياضة. الخيار عندك صح؟ أبدأ. تبدأ. طب أنا حدث رياضي مقرر إقامته بعد 3 أعوام، وقد تم الإعلان عن الدولة التي ستستضيفني في ديسمبر 2010 بعد منافسة في الجولة الأخيرة. كأس العالم. قطر. كرة القدم. كأس العالم بكرة القدم والإجابة صحيحة.
واخذت 4 نقاط. وكم نقطة صار عندك يا حسان؟ 8. يا رب. الآن الموضوع هو شخصية من الشخصيات. الخيار لك، بتحب تبدأ؟ أبدأ. تبدأ؟ نعم. طب شاركت في مسابقة ملكة جمال أمريكا للسود مس بلاك أمريكا عن عمر 17 سنة. امتهنت الصحافة وأصبحت أوبرا وينفري. أوبرا وينفري، والإجابة صحيحة. وشاركت في فيلم بي لافد عام 1998. أنا مقدمة برنامج حواري تلفزيوني حصد أعلى نسبة مشاهدة ولوقت طويل في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين أطلقت محطة تلفزيونية خاصة بي وأنشأت المجلة الشهرية أو ماجازين. أنا وشاركت أيضا في فيلم The Purple Color إلى جانب داني جلوفر. وأنا من أوبرا وينفري. أوبرا وينفري. وصار عندك 18 نقطة. بدنا نشد الهمة حسان، لكن كما قلت لكم، كما أنت مريت بهي التجربة قبل، لا يأس مع أنا الأول. أكيد. صح؟ أكيد. لا يأس نهائيا مع أنا الأول. نتابع الخيار الآن لك. والسؤال موضوعه موسيقى. أبدأ. بتحب تبدأ خير. ولا؟ يلا. طب مغنية لبنانية أذهلت لجنة التحكيم في برنامج استوديو الفن بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد أنا قلبي دليلي، فمنحتني المركز الأول. فيروز. لا. طب ولفت نظر المخرج ماجدة الرومي. ماجدة الرومي، ومبروك تأهلك. شكرا شكرا. أنا طبعا بقول مبروك للأخ شكرا. أسامة لأنه الأول في حلقة اليوم، بس بدي أقول كلمة حق. أخ حسان، أنت كنت منافسا شديد المراس حقيقة، وكنت تستحق فعلا أيضا أن تكون الأول، لكن هكذا هي المسابقة. بالمناسبة نورتونا، وراح نحب نبارك لك مبكرا بتطوير إن شاء الله إن شاء الله. بتطوير قناتك الرياضية. وأنا اسمح لي هنيك وبارك لك. شكرا شكرا. وضيف أماني إلي عندك توصية إذا سمحت. نعم طبعا. إذا طورت القناة استفدنا مذيع لشي فقرة. الله يرضى إن شاء الله بطبيعة ماشي. الحال بطبيعة الحال. ده شرف عظيم. إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا. حسان شكرا. تعال عندي، تعال عندي، تعال زورني لو ما في قهوة وشاي. نحن فرحنا بوجودك. شكرا يا حسان. أخي أسامة إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا كثير. ويتجدد اللقاء دائما دائما. يتجدد اللقاء والعناق بيننا وبينكم متابعي برنامج أنا الأول. كانت حلقة متميزة، جمهور راقي، منشط ممتاز جدا، وكذلك المنافسين كانوا أقوياء، جعلوني أبدو قصارى جهدي. في المرحلة الأولى صراحة تفاجأت بسرعة الأخ التونسي حسان، أنه جميع المعلومات أو الأسئلة التي أجاب عليها كنت أعرفها، ولكن هو كان أسرع مني دائما بضعة أجزاء من الثانية. وفي المرحلة الأخيرة كنت أعرف أنه فقط